ازيكم يا جماعة؟ الأستاذ عمرو الجنايني بعد ما طلع شكر الهلال السعودي في تويتة امبارح وهناه بفوزه وإن هو شرف العرب وآسيا، قال في الآخر إن ده بسبب تطبيق اللوائح وإن إحنا مش هنتقدم في مصر إلا لما تطبق اللوائح. الأستاذ عمرو الجنايني فعلا كان بيطبق اللوائح. أنا فاكر لما الأهلي اشترى كهرباء ما رضاش يأيد كهرباء للأهلي إلا لما الأهلي يدفع المستحقات القيد ويدفع فلوس القيد اللي هي كانت تقريبا 10 مليون جنيه. لا تمام، انت بتجيب حق الغلابه يابا، بتجيب حق الغلابه. لكن في نفس ذات الوقت هو اللي كان بيطرمخ على مستحقات نادي الزمالك، وهو اللي قال تتقطع ايدي قبل ما اعمل اي حاجه تضر نادي الزمالك او اخد اي قرار ممكن يضر نادي الزمالك. وفي المكالمه الشهيره المتسربه مع امير مرتضى منصور قال انا ما اقدرش، بص هو راجل عنده ضمير قوي، قال لك انا ما اقدرش افك القيد عن الزمالك واخد المستحقات من باقي الانديه الا نادي الزمالك. فانا هعمل ايه بقى؟ همضيك على ورقه ان انت هعيد لك اللعيبه مقابل ان مستحقات اللي بيجي لك من بطوله افريقيا هي اللي هتخش في فك قيد اللعيبه بتاعت نادي الزمالك. وده طبعا ما حصلش. هو رئيس قطاع مصرفي مشهور وصوته طالع في اعلان كلنا بنسمعه بتاع بنك من 3 حروف انجليزي. انا مش عارف هم مسيطرين على القطاع المصرفي، البنك ده وبنك مصر، ويمكن عشان كده بيعرفوا يجيبوا الدولار وبيعرفوا يجيبوا الدولارات ويفكوا القيد. يا جماعه 6 7 مليون لسه مدفوعين في الوقت اللي هم بيغلوشوا الاهلي وبيجيب فلوسه منين؟ انت اعرف على طول اول ما هم بيغلوشوا كده ان هم بيعملوا حاجه في الخفا. يعني اول ما يقعد يزن ان الاهلي بيعمل مصيبه، وكاله الاهرام وكاله الاهرام وكاله الاهرام، فاعرف ان هم بيعملوا حاجه بيشغل عينك الناحيه التانيه. نشوف قال ايه الاستاذ عمرو. وفوجئت ان تمام. ايه؟ القاتل الجاني هو عمرو الجنايني اللي عمل كذا كذا. بقي ما اتفتحش اطلع في وسط الناس كلها، يعني برضو انا ده ردا على اللي بيقول ايه. ايوه، هتقول ب... ان انا اللي قلت لهم وانا اللي عملت يا وانا اللي سويت. فندم ما ينفعش جوه الزمالك نعمل كده. صح. هطلع اقول اصل انا وقفت مع قدام نادي الزمالك وعملت له كذا وكذا 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 وكذا، يتقطع مم. لساني قبل ما اجرس نادي الزمالك. مم. لكن اقسم بالظبط كده، بالظبط كده. احنا بنعاني يا جماعه والله العظيم. الناس دي عندها كميه تضليل وتدليس غير عاديه، ودلوقتي بيشجعوا الهلال بعد ما كانوا بيقللوا الهلال ده كانوا بيقللوا منه لما الاهلي كسبه. ولما الاهلي كان تقريبا هيخسر الدوري والهلال خسر الدوري، ايطاليان زملكاوي كتب التويته قال لك الناموس يتعثر في كل حته على الهلال. دلوقتي الهلال هو اللي بيشرفنا. مش كان ننوس، مش ده الننوس، يعني هو اللي بيتدلع وهو اللي بيدعم. دلوقتي هو اللي شرفنا. انت بتعمل كده بس عشان تغيظ الاهلي يا بت؟ اهدي يا بت. نخش بقى على الاستاذ عمرو سلامه اللي هو كتب تويته برضه فيها مدح غير عادي للهلال السعودي. حلو حلو، قال لك عشان الفلوس الحلال. قال لك ده نادي الهلال فلوسه حلال، طبعا عشان الاهلي فلوسه حرام. يعني هو من ليه يسترجلوا شويه. اطلع قول الاهلي فلوسه حرام، ونتكلم بقى ونفتح ونقول مين بيجيب فلوسه منين، ونفتح بقى ونخش في السياسة ونخش في الاقتصاد ونشوف بقى مين بقى اللي مدعوم ومين بقى الشخصيات الكبيرة بتشجعه ومين اللي العكس صحيح ومين اللي مدير الكرة بتاعه بيتشال غصب عنه عشان الباشا عايز ينام مبسوط، او عشان يعمل توازن وتبقى راس براس لما المستشار مرتضى اتشال كده يعني. ف بيقول الهلال فلوسه حلال، فلوس في الهلال فلوسه حلال، والاهلي فلوسه حرام، والزمالك فلوسه ايه؟ جايبها من ايه؟ يعني الزمالك اللي واكل مال اليتامى وفلوس اجوجو وفلوس الدنيا كلها فلوسه ايه؟ يعني احنا نقعد نعمل ندوه بقى ونشوف الزمالك فلوسه ايه وبتيجي منين. حاجه غريبه والله. اخر حاجه الاستاذ احمد عفيفي اتعامل معاه جلاشه من جمهور السعوديه، وهو الحقيقه أنا عشان اكون امين انا مش شايف ان هو غلطان قوي. هو قال راي كروي، يعني مين كان يتوقع ان الهلال هيكسب السيتي؟ ممكن كنت اتوقع ان هو يعمل ماتش جامد، لكن هو قال لهم خشوا ناموا، وما قالهاش بطريقه وحشه، ولكن ولان ربك بالمرصاد، ولان الزملكاويه عمالين يدافعوا ويحرتوا دفاعا عن احمد عفيفي. هم الزملكاويه اللي كانوا بيشتموا ابراهيم فايق وكانوا بيقولوا عليه اشجان في الكومنتات. وخش اقرا الكومنتات على صفحه ابراهيم فايق كلها هجوم 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 هجوم، وان هو عبد الفلوس. هم اللي بيدافعوا على احمد عفيفي اللي شغال برضه مع نفس
البوس المستشار تركي الشيخ، وهم اللي بيدافعوا عن شلبوكة، على شلبوكة اللي في ناس بتهاجمه ان هو بيقولوا ان هو كان مزودها شويه في التطبيل للهلال السعودي عشان يرضي المدير بتاعه. هم نفس الناس اللي هم اصلا كانوا بيكرهوا شلبوكة. خلاص يا عم، معلول حط الزغلول، ايه رايك بقى؟ معلول حط الزغلول. الاستاذ احمد عفيفي انا بحبه جدا على مستوى التحليل وحتى في ارائه في الحياه، لكن هو من الناس مشكلتي معاهم ان هو عارف الحقيقه طول الوقت وبيغطيها وبيطلع يكلمنا عن العداله. يعني هو راضي قوي بمشروع السعوديه اللي سبحان الله دلوقتي بقى يتهاجم ان هو بيحاربه. راضي جدا بالمشروع السعودي وصندوق الاستثمار السعودي عشان الكره السعوديه، وبيهاجم الاهلي. يعني مع ان المشروع السعودي ده ضد منطق الاستثمار الرياضي في العالم. ده الدوله بتدي 4 انديه فلوس قد كده اهو، وبتميز كل نادي حسب معيار هم حطوه. انت طب هو النادي عمل ايه؟ فين الاستثمار اللي عمله النادي؟ فين جذب الاعلانات اللي عمله النادي؟ ده دولة هي اللي بتصرف. هو عايز بقى كده في مصر، هم عايزين بقى الدولة تدي جزء كبير من الاموال للنادي الزمالك، وهم بيصدروا لجمهورهم ان ده اللي بيحصل مع الاهلي. الاهلي ما فيش حد بيدي حاجة، الاهلي بيدفع ضرائب وهو اللي بينفع الدولة، وهو اللي بينفع الشركة المتحدة للاعلام. فكله كسبان من الاهلي، كله كسبان اعلانات الاهلي، كله اللي شايف جماهيرية الاهلي. احمد عفيفي بيناقض نفسه. احمد عفيفي في امير مرتضى كان طالع في حلقة ابراهيم فايق اللي الجزء التاني بتاعها اتلغى عشان صوتهم عالي. قال ان يوم ماتش الانسحاب بتاع الاتوبيس دي كانت فكره احمد عفيفي، وهو اللي قال لهم احنا يا جماعه لسه كسبانهم في السوبر، هنخسر دلوقتي عشان نضيع كل اللي عملناه. هو ده احمد عفيفي اللي بيدور على العداله واللي بيدور على منظومه محترفه، سواء استاذ احمد عفيفي او عمرو الجنايني او عمرو سلامه او استاذ مدحت العدل او كل الرموز اللي هم يبدو مثقفين عندهم. كلهم الصراحة واحد، وكلهم هي الزملكاوي واحد. هم كلهم شبه بعض، هم بتبقى شبه الشاينيز، ما تعرفش تميزهم. انت فاهم؟ فهو بس الاشكال بتختلف شوية، والدعاء المفهومية هو بيفضل ثابت زي ما هو. هنفضل وراهم وهنفضل نصحح المفاهيم الخاطئة اللي هم بيصدروها. اخر حاجة، فاكرين ماتش لما كان اتقال ان ماتش الاهلي والزمالك هيتلعب في السعوديه في الدوري، وطلعوا كلهم يكتبوا تويتات تلقيح على المستشار تركي الشيخ، ولما المستشار تركي الشيخ بدا يرد كلهم رجعوا وجابوا ورا. هو اللي بيحصل دلوقتي من جمهور نادي الزمالك، اللي هو بيعاير الاهلاويه يقول لك فلوس الشيخ وفلوس العرجاني وفلوس مش عارف وشجر الزيتون. هم النهارده اللي بينفخوا في المشروع السعودي، اللي هو انت فرقه يعني متكلفه فوق ال 250 مليون دولار، مدرب مرتبه 28 مليون دولار، ياسين بونو اللي جايبينه حاجه 20 مليون دولار، وكوليبالي وكانسيلو وكل الناس دي. فانت يعني خدهم على قد عقلهم. وعلى فكره كل اللي بيعملوه ده بيشحن الاهلي وبيخلي الاهلي طول الوقت عايز يبقى احسن، علشان الناس دي لو اتحسنت، اذا كانوا هم كده ضايعين بيعملوا الفتنه دي، فما بالك لو بقوا اقوياء. فانا لازم ابقى قوي طول الوقت، ولازم ادعم نفسي طول الوقت عشان ابعد عن شر الناس دي. سلام.